من المشاكل اللي كيتعرضوا لها الناس خلال فصل الصيف ومع ارتفاع ديال درجة الحرارة هي الضربات الشمسية، وخصوصا اللي كيتعرض لهذا المشكل هما الفئات السنية اللي كيكون السن ديالهم متقدم، المسنين، وكذلك الأطفال، بالإضافة للناس اللي كيعانيوا من الأمراض المزمنة. هناك مجموعة من العوامل اللي كتؤدي إلى ضربات الشمس، منها الارتفاع ديال درجة الحرارة خلال فصل الصيف، منها انه الناس كيبقاو يلبسوا ملابس اللي كتكون ثقيله عليهم، يعني كيلبسوا بزاف، الحاجه اللي كتؤدي الى ارتفاع درجه الحراره ديال الجسد ديالهم. كذلك كينساو انهم يشربوا كميات مهمه من الماء ومن السوائل، وكيبقاو يديروا واحد المجهود كبير، يعني خلال النهار كتلقاهم كيخرجوا في الوقت اللي كتكون فيه درجه الحراره ديال الجو مرتفعه، كانه يخرج يقضي الاغراض ديالو مع 11 ديال النهار ولا قبل من 4 ديال العشيه، وفي هذاك الوقت تكون الحراره مرتفعه، الحاجه اللي كتؤدي الى مجموعه من المضاعفات، منها انه المريض تيحس براسو عيان، تيحس بالم على مستوى الراس، يقدر يتعرض للتجفف، يقدر يتعرض لمشاكل ديال الوعي وفقد الوعي لا قدر الله، وكذلك تكونوا مشاكل اخرى كانه يتعرض لواحد السقوط والكسور الى قدر الله. لهذا باش نتفاداو هذا المشكل خص المريض او لا الانسان اللي كيكون متقدم في السن او لا الا كانوا عندنا اطفال نوصيوهم بهذه الامور، انهم يخفوا اللباس ديالهم، يتفاداو انهم يخرجوا الوقيته اللي كتكون درجه الحراره ديال الجو مرتفعه، يشربوا واحد الكميات مهمه من الماء ومن السوائل، ويرتدوا بعض الامور اللي كتوقي من الحراره ديال الشمس خلال النهار، كانهم يديروا القبعه ديالهم او لا يديروا بعض التحضيرات الجلديه اللي كتوقي من الاشعه ديال الشمس.